برضو ما دخلتيش في الموضوع من غير لف ودوران يا ساره. انا سامعك، قولي لي، واكيد اللي هتقولي ده ما بيني وما بينك طبعا. بص يا عمر بقى من الاخر يعني كده عشان اعرفك الموضوع. انت فاكر ان انا ممكن اخون صاحبتي؟ انت مجنون، انت عبيط، انت في حاجه في دماغك. ايوه. ازيك يا عمر، عامل ايه؟ ازيك يا ساره، عامله ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله. امال فين حبيب؟ حبيبي نزلت تجيب حاجات من تحت، ما شفتهاش وهي نازله ولا ايه؟ لا ما خدتش بالي منها. اه طب هي تيجي امتى؟ شويه وجايه، وبعدين ممكن تكلميها في التليفون يعني، ما انت معاكي رقمها جارتها يعني. اصل تليفوني فاصل شحن. اه تمام، انا مش هينفع اقول لك اتفضلي والله، عشان طبعا انا قاعد لوحدي يعني. طب خلاص لما تيجي بقى اعرفها ان انا سالت عليها، ما تنساش. حاضر ما حاضر تنساش يا عمر. حاضر. يلا عايز حاجه؟ أنا آسف. لو عاوز حاجه قول. لا لا لا، ما فيش اي حاجه، ربنا يخليكي، شكرا. ماشي يلا. مع السلامه. انتي ما بتنزليش ليه خالص؟ ما بنزلش خالص ايه يا حبيبي؟ هو انت عمر ما قالكيش ان انا جيت مرتين ولا 3 مرات؟ وكل مره اقول له حبيبه لما تيجي تتصل بيا عشان جيتي عايزاكي فين؟ ضروري. ما قاليش جيت لك والله حاجة. 3 مرات. ما قاليش. وكل مره يفتح يقول لي مش موجوده، مره تاني مش موجوده. ما انت عارفه يا حبيبتي ماما وتعبها وكده، ومحدش سلام شاني عليها. اصلا في تعب ماما غيرك. الف سلامه عليها يا حبيبتي، ربنا يبارك لك فيها يا رب ويخلصها في حياتك. هقوم اعمل لك حاجه تشربي. لا تعالي اقعدي بس، عايزاكي في حاجه، ما تتعبيش نفسك. بصي انت موضوع مامتك دوت، انا قعدت بحثت كده على النت وعرفت دكتور عظام حلو جدا، فانا حجزت لك معاه ونروح، ومالكيش دعوه، ما تشيليش هم اي حاجه، انا هروح معاكي. ربنا يخليكي ليه. خلاص عشان ماشي. بس باذن الله تقوم لنا بالف سلامه كده، ماشي وما تقلقيش عليها يعني، انا في حبيبتي ظهرك، تسلمي انا لي، اختك ربنا يا يخليكي حبيبة. ليا يا رب. ماشي هقوم انا اتكل على الله بقى. انا قلت اقول لك يعني على الدكتور، جيت لك كذا مره والله، يا ريته كان قال لك، انا حبيبتي. حاجزه معاه من الاسبوع اللي فات. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ازيك يا عمر؟ ازيك يا ساره، عامله ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله. ما قلتليش ليه ان هي جت مرتين؟ اه جت وانا نسيت اقول لك والله، انشغلت، جيت من الشغل تعبان. نسي بقى، يلا ربنا يقويك. يلا مش مشكله. ماشي ماشي حبيبتي. يلا. عايز اتفضلي. حاجه؟ يلا مع السلامة. ربنا يخليك. شكرا يا عمر. يلا سلام. ايه يا عمر؟ ايه اللي ما حصل؟ قلتليش في ليه ايه؟ ان ساره جت؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ومرتين كمان؟ يعني اول مره لو نسيت ماشي تمام، تاني مره ايه؟ وانا غلطت في البخاري؟ بقول لك جيت من الشغل تعبان، انت مالك بتتحمقي عشانها على طول؟ ايوه كده؟ اتحمق يا عمر، ما انت عارف ان ساره دي هي اللي شايلاني في تعب ماما، وكمان هي مش جايه كمان عشان طالبه مني حاجه مثلا. عارف ان احنا ما شفناش منها غير كل خير، وشالتك في ولادتك، ومامتك لما جت تعبانه ما سابتكيش في المستشفى، عارف كل التفاصيل اللي انت كل مره وكانت بتحكيها. بتنزل لك اكل وشرب، وما كانش مخلياك محتاج حاجه هنا صح. في البيت. انت برضو طيبه بزياده، حاولي تحرصي من الناس اللي حواليكي، حتى لو جارتك او صاحبتك، هي ما شفناش منها غير كل خير، وليها ملك قاعد معانا دلوقتي. انا مش بقول عليها حاجه وحشه، انا ما شفتش منها غير كل خير، بس انت برضو يعني بتدافعي عنها كأنها مش عارف اقول لك امك ولا اختك اعز من يعني. اختي يا عمر، اعز من اختي. ربنا يخليها لك. خشي اعملي لي اكل. الهانم كانت فين وسايبه جوزها من غير اكل؟ كنت عند ساره فوق. لا حول ولا قوه الا بالله. طب وقافله تليفونك ليه؟ مش المفروض جوزك عايزك في حاجه، في نصيبه حصلت في البيت؟ يا حبيبي فصل شحنه، ما لحقتش يعني انزل اشحنه. هو عادي ان انت تسيبي جوزك من غير اكل كده؟ هي ساره دي يا بنتي عامله لك عمل؟ انا مش فاهم يعني في ايه بالظبط. هعمل الاكل دلوقتي يا عمر، حاضر. وساره ايه يا عمر؟ ساره دي اللي شالتنا يا عمر، ساره دي شالتني وقت ما مرض امي يعني. ساره اللي هسمعهم لك، مرض امك وبنتك وانت بتولدي، وجوزك لما كانت بتنزل له الاكل وكانت بتسلفنا فلوس وقفت جنبنا. خلاص خلاص، في ايه؟ مش كده يا شيخه. هو ايه اللي مش كده؟ روحي اعملي الاكل. ساره ساره ساره، انا بصراحه مستغربك. انت عارفه ان حبيبه مش موجوده في الشغل، وقلت لي عايزاك ضروري ونتكلم جوه عشان الناس. خير يا ساره؟ بصي يا عمر، انا هاجي معاك دغري من غير لف ولا دوران. تمام. انا بصراحه متجوزه راجل كبير في السن، ويعني كان نفسي اتجوز حد كده في سني، نعيش مع بعض رومانسيه كده وحكايات وذكريات كده حلوه، لكن انا متجوزه راجل اهلي رموني ليه عشان خاطر معاه فلوس. تمام، دي مشاكلك. ماشي خير بقى، عايزاني انا في ايه برضه؟ ما فهمتش. يعني انا بحب قوي طريقه حبك لحبيبه، وان انتوا مع بعض كده، يعني بصراحه انا من زمان وانا معجبه بيك، وكنت نفسي اعيش الجو ده ونفسي اعيش الاحساس ده. حبيبه. والغلط على حبيبه اللي هي بتحكي اسرار بيتها، الحاجات اللي بتحصل بينها وبين جوزها، جوزها جاب لها ايه، جوزها عمل ايه، جوزها قال لها ايه. صح، كملي. برضو ما دخلتيش في الموضوع من غير لف ودوران يا ساره. انا سامعك، قولي لي، واكيد اللي هتقولي ده ما بيني وما بينك طبعا. بص يا عمر بقى من الاخر يعني كده عشان اعرفك الموضوع ده كان اختبار، ومفيش هديه ولا نيله. انت فاكر ان انا ممكن اخون صاحبتي؟ انت مجنون، انت عبيط، انت في حاجه في دماغك، انت في ايه؟ انت بتفكر ازاي اساسا يعني يا عمر؟ رد عليا.
لا، دي ما صاحبه بفكرش عمري. ولا حاجه يا ستي، ربنا يخليكم لبعض، انا ما بس قلتش خلاص حاجة. يبقى ما تتكلمش بقى، دي صاحبه عمري. تمام. على العموم يا عمر براحتك بقى. يعني انت عملت الليله كلها ودلوقتي بتقولي لي اختبار. انا عايز اقول لك على حاجه، انا واحد بعرف ربنا كويس جدا وبعرف ازاي ارعى ربنا في مراتي، تمام؟ وكنت دايما بحذرها منك، بس ما تقلقيش، هطلع انسان جدع للاخر ومش هروح اقول لحبيبه اي حاجه عن الوش الملاك البريء جارتها اللي بنت كويسه وبنت ب100 راجل وبتنزل وعملت وسوت. تقول لي حبيبه ايه؟ انت مجنون ولا ايه؟ انا اللي هقول لحبيبه كل حاجه، هقول لها جوزك مش كويس اصلا وتفكيره مش كويس، وكان في يوم من الايام بيقعد يبص لي كده وبيبص لي كده، ولازم اعرفها حقيقتك. أيوة، ما أنا عارف. علشان خاطر انت مش اقلبي كويس، الترابيزة. انت ما تستاهلهاش. أنا عايزك تمام؟ تقلبي الترابيزة. هي حبيبه انت ما تستاهلهاش من الاخر يا عمر. قلبت الترابيزه؟ ما تقلقيش، انا مش هقول حاجه وهطلع احسن منك، تمام؟ ومش قد الجواز بقى وبتقولي راجل كبير ما كنتش اتجوزت من الاول. عن اذنك. فاكر ان انا ممكن اخون صاحبتي ولا انت مجنون؟ دي اخر حاجه ممكن تحصل في الدنيا دي، لو السما انطبقت على الارض. وانا هوريك يا عمر. حبيبي انا كنت عايزك في موضوع مهم خير يا عمر؟ وترددت كتير قبل ما اجي اتكلم معاكي فيه. صاحبة عمرك اللي هي اسمها ساره، انا مش قصدي ان انا اوقع ما بينكم والله، بس في يوم انت ما كنتش موجوده فيه وخبطت عليا ودخلت البيت، انا افتكرت في حاجه. لقيتها بتقول لي يا عمر انا معجبه بيك وانا بس متجوزه. بس انت جاي متاخر قوي. هي برضو اللي جات لك؟ يعني انت ما طلعتش وقلت لها تعالي كلمي حبيبه والله العظيم ما وعملت حصل. بس ما تحلفش، انا سامعه بوداني. مالك يا ساره؟ بتحلف حضرتك كده ليه؟ قولي لي يا حبيبتي. حبيبه انت اختي اللي طلعت بيها من الدنيا دي، اكيد طبعا. ومش عايزه اي حاجه توقع ما بيننا ولا نخسر بعض عشانها. على ايه؟ انت عارفه ان انت عندي والله العظيم حاجه كبيره قوي، ربنا يعلم انت عندي ايه. يا بنتي قلقتيني في ايه؟ حبيبه بصي، انا مش عارفه اتكلم ازاي، انا مش عارفه، لان الكلام اللي هقوله هيوجعك وانا مش قادره اوجعك. هيوجعني انا؟ اه. قولي يا ساره في ايه؟ قلقتيني والله. طب حقك عليا في اللي هقوله، سامحيني. حبيبتي قولي. انا مش قصدي حاجه، انا عمر طلع قال لي كلمي حبيبه بسرعه، افتكرت في حاجه، نزلت اجري حتى يا دوب حطيت الطرحه كده عليا ونزلت بالجلابيه حتى ما لبستش. لقيته بيقول لي انا معجب بيكي وان انا بحبك ومش عارفه ايه ومن زمان وكلام كده ما يصحش ان هو يتقاله. ما اعرفش عمر ايه اللي هو بيقوله ده. عمر ليه جوزنا؟ فكر كده؟ عمر كان محترم جدا، عمره ما كان بيرفع عينه فيا. فجاه كده لقيته بيقول لي اصل حبيبه مقصره معايا عشان خاطر مامتها تعبانه وما بتبقاش قاعده معايا وانت جوزك مش موجود، فانا برضو نقعد نتكلم مع بعض. ازاي يا ساره اللي انا بتقوليه ده؟ عندي فراغ في حياتي وانت عندك فراغ، كلام عبيط كده. وانا بصراحه رديت عليه وحتى سجلت له اهو. بصي، انت فاكر ان انا ممكن اخون صاحبتي؟ انت مجنون، انت عبيط، انت في حاجه في دماغك، انت في ايه؟ تعمل ايه كده يا عمر؟ ازاي اساسا يعني يا عمر؟ رد عليا. بس كفايه كده، انا مش عايزاكي تسمعي الباقي يا حبيبه عشان ما تتوجعيش اكتر من كده، بس انا مش ذنبي حاجه، حقك عليا. انت عارفه انا ايه. ليه يا عمر كده؟ ليه بتعمل معايا كده؟ انت زعلانه مني في حاجه يا حبيبه؟ انا ذنبي حاجه؟ انت مش ذنبك حاجه يا ساره. انت زعلانه مني؟ طيب انا ذنبي ايه في اللي حصل ده؟ هزعل منك ليه؟ ولا انت اللي حقك عليا على اللي جوزي عمله معاكي. انا مش عارفه اقول لك ايه. ربنا انت يهديه. عمر انا مش تخوني عارفه ليه ايه يا اللي عمر؟ خلاه يقول كده. والله يا عمر انا كنت بعتبره اخ ليا، ربنا يعلم، بس هو دماغه معرفش هو ليه دماغه ايه اللي حصل فيه ده. ولا ربنا يا رب يسترها عليكي وما تزعليش مني يا حبيبه على اللي حصل. انا هستأذن ان مش هينفع اجي هنا تاني بعد اللي حصل وبعد نظره عمر ليا. حقك عليا يا حبيبه، لما تحتاجيني اطلعي لي على عيني وراسي. انا مش هينفع وداني. عايزه بتحلف على ايه؟ بقول لك انا والله العظيم والعيش والملح وحياه ايمانات ربنا كلها هي اللي جت لي البيت وهي اللي قالت لي انا بحبك ومعجبه بيك وادينا فرصه. وقلت لها يا بنتي دي صاحبه عمرك. بجد والله السنين دي كلها الله اعلم انت كنت بتعمل معايا ايه. ازاي يا مع اني حبيبه؟ صاحبه عمري حتى ما سبتهاش، يبقى اللي بره بقى بتعمل معاهم يا ايه ساره عمر؟ يا حبيبه، يا حبيبه افهمي. أهو، انا غلطت والله حتى في اتلخبطت اسمها. يا حبيبه. افهمي افهمك حاجه. انت عمرك شفت مني حاجه وحشه؟ انا دايما بسيب تليفوني قدامك والباسورد انت عارفاه. عمرك ما شفت هي المشكله ان انا عمري ما شفت معاك حاجه، لكن المره دي صاحبه عمري يبقى انت بتعمل بره. يا حبيبه انا مظلوم والله العظيم، انا ما عملتش حاجه بس يا صدقيني. عمر عشان بس الموضوع دوت يخلص كل واحد يروح لحاله، وانا طالبه الطلاق، وبعد اذنك ورقتي تجيلي عند ماما. يا حبيبي افهميني والله العظيم انا ما عملتش حاجه، والله صاحبتك اللي عملت كل ده. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. مالك يا ساره يا بنتي؟
هو ايه اللي مالي يا ماما؟ انا زهقانه، انا عايزه اتطلق، انا مش حابه عيشتي ومش حابه حياتي. لا حول ولا قوه الا بالله. طب ليه ده كله؟ عشان انت السبب يا ماما، انت اللي جوزتيني راجل اكبر مني ب30 سنه علشان خاطر معاه فلوس، انت بعتيني. ايه يعني ممسكني احسن موبايل وجايب لي ذهب ومقعدني في شقه ملك؟ اعمل انا بايه بالحاجات دي؟ انا كنت عايزه حد يحبني، حد في سني احبه، يبقى في ذكريات لينا سوا. انا اتربيت لي عقده. انا عايزه اقول لك ان جارتي بتقعد تحكي لي، تقول لي هي وجوزها بيقعدوا يخرجوا ويروحوا ويجوا ويسافروا ويتصوروا مع بعض صور حلوه وهم مع بعض من سن بعض. انا لما كنت بمشي مع جوزي قبل ما يسافر كانت الناس بتفتكر ابويا. انت حرام عليكي، انت اللي دفنتيني بالحياه، انت ربيتي لي عقده، خليتيني كارهه الناس. يا بنتي انا قلبي على مصلحتك، وبعدين هو بيحبك، وبعدين صاحبتك بتيجي تحكي معاكي يعني كده بتفضفض، يعني ستات. لا مش ستات، صاحبتي دي بتحكي لي عشان تغيظني، عشان لا، لا، تكدني، لا، لا. عشان توريني ان هي عندها اللي مش عندي، عندها جوزها اللي بيحبها، لكن انت جوزك راجل عجوز ومش قاعد كمان معاكي. لا، كل واحده يعني صاحبتها بتروح تحكي لها اسكتي ده انا صيفت هنا، اسكتي ده انا جوزي جاب لي، عادي. هي بتحكي لي عشان تتباهى باللي عندها اللي مش عندي، بتتباهى بالحاجات اللي هي فيها والرومانسيه الجميله والخروجات اللي بيخرجوها والسفر، وانا بقى قاعده مرميه. انا لما كانت امها تعبانه كنت انا اللي براعي جوزها، كانت هي يعني انا قاعده ما ورايش حاجه يا ماما، قاعده في البيت وشي في وش الحيطه، مفيش واحد اخرج معاه، مفيش واحد نتكلم سوا، مفيش واحد في سني، حتى انا ما عنديش حته عيل. يا حبيبتي اعمل هو ايه؟ حرمك من حاجه؟ وانا ما مش كل هخلف حاجة من واحد جايبها اكبر لك. مني 30 سنه. طيب اهدي بس كده، ولما يجي انا هتكلم معاه. بقول لك تتكلمي معاه تقولي له ايه؟ تقولي له اصغر في السن؟ هتقولي له خليك شباب؟ هتقولي له ايه؟ يعمل معجزه يعني يرجع عيل صغير تاني عشان خاطر يبقى من سني ونتفسح ونعيش ونعمل ذكريات حلوه، ابقى زي اي بنت في سني بدل ما انت رميتيني كده وبعتيني البيعه دي؟ يا بنتي انا عمري ما بيعك يا ساره يا حبيبتي، ارضي بنصيبك، والراجل ده بيحبك. ما كانش نصيبي، انت غصبتيني على كده. تقولي لي ايه حب ده؟ هتعملي ايه بواحد بتحبيه؟ يعني تلاجتك تبقى مليانه ولا تبقي قاعده مع واحد فقير مش لاقي ياكل؟ عادي، جارتي دي قاعده مع واحد فقير جوزها يعني على قد حاله بس مبسوطين، انا اللي مش مبسوطه. ايه الفايده يعني تلاجتي مليانه ومش مبسوطه؟ يا بنتي انا قلبي على مصلحتك، الفقر وحش، وانت شفتي ودقت الفقر في ايه يا ساره؟ انت شفتي حالنا كان عامل ازاي؟ لكن لما اتجوزت الراجل ده الحلو كله والغالي كله، ولا هتتبطر على النعمه يعني يا ساره؟ انا عايزه اتطلق، لا ده اللي عندي. مفيش حاجه اسمها طلاق، ارجعي اللي انت فيه وحط عقلك في راسك يا ساره. انا ده اللي قلته لك يا ماما، حبيت اقول لك عشان لما اجي اطلب من جوزي تبقى انت عندك علم. يا نهار اسود ومنيل،